ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنصور تمرينة الدراع بتاعتي. هنلعبها باي في تراي. اول حاجه هنعملها باذن الله هنسخن كويس. لو عندك رابر باند زي ده كده سخن بيه، يا اما تسخن بقبضه على الجهاز اللي هو الكابل. يلا بينا نسخن ونبتدي اول تمرينة باي معانا. طيب يا شباب، اول تمرين معايا ده باذن الله بالنسبه للباي هيبقى الاي زد كيرل اللي هو الزجزاج، بس هنلعبه على الكابل زي ما هتشوف دلوقتي. هنجيب 10 عدات كاملين، بعدهم 5 عدات نص، بعد كده اخر عده اللي هي العده السادسه دي هنقف في نص الطريق 5 ثواني زي ما هتشوف دلوقتي كده في الفيديو. ده كان التمرين الاولاني. التمرين الثاني هنلعب تراي، هتلعبه برضه بالبار الزجزاج بس على الكابل وانت قاعد زي ما تشوف كده في التمرين. اهم حاجه بس ولا توسع ايدك قوي ولا تضمها على بعض قوي زي ما تشوف، خليها في النص، يعني خلي شكل جسمك من فوق على شكل سبعه، ولا واسع قوي ولا ضيق قوي. اتاكد ان ما يكونش وانت بتتمرن حاسس باي وجع في المفاصل. يلا نشوف التمرين هتتلعب ازاي. اهم حاجه في التمرين ده ورا ضم. الشكل الثالث هيبقى بايسبس هامر كيرف. اهم حاجه في التمرين ده احنا هنلعبه بدمبلين زوجي. اهم حاجه في التمرين ده اهتم بالحركه السلبيه النيجاتيف موفمنت، حاول تنزل على كذا ثانيه. جرب التمرين ده كده قول. نقطة برضو كنت عايز اتكلم فيها بالنسبة للشباب اللي سألتنا على المجاميع والعدات ووقت الراحة والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها بتختلف من شخص للتاني، بتختلف. يعني ممكن اتنين يكونوا بيتمرنوا مع بعض نفس التمرينة، بس واحد بيخش مثلا 4 مجاميع وواحد بيخش 3 مجاميع، واحد بيخش 10 عدات وواحد بيخش 15 عدة، واحد بيقعد مثلا دقيقة راحة وواحد بيخش 3 دقايق راحة. كل واحد على حسب هدفه. انت شوف يعني احسن حاجة ليك والحاجة المناسبة لجسمك ونفذها، مش شرط اللي يمشي معايا يمشي معاك. تمام. بعد كده هيبقى روب بايسبس اكستنشن زي ما تشوفوا وانا بتمرنه كده. اهم حاجه بس ظهرك يبقى مفروض، ما تخليش كتفك يساعد في التمرينه وانت نازل. لف ايدك لبره. التمرين ده ممكن تاخده لمستويين. بعد ما بتخلص عداتك الكامله ممكن تعمل مثلا 5 عدات تنفاض، 5 عدات نص عدة، المدى الحركي النص، يعني تعمل 5 برشا. التمرين ده مفيد قوي عشان العضله بتاعت التراي القصيره، الراس القصيره، الراس الخارجيه. اوكي يلا بينا نتمرنوا سوا.
طيب التمرين الثالث في الباي هيبقى انكلاين دمبل كيرل. التمرين ده مهم قوي قوي لعضله الباي، تشغل معاك الراسين، الراس الطويله والراس القصيره. اهم حاجه في التمرينه دي تهتم بالحركه العكسيه، تهتم اما تيجي تنزل بالوزن تنزل على كذا ثانيه. جرب التمرين ده كده وقول لي عامل معاك ايه. يلا بينا. التمرين اللي بعد كده وهو الكلوز جريب بنش بريس. التمرين ده مهم قوي تلعبه في يوم التراي، بيشغل اغلبيه الترايسبس عندك. تمرين مهم قوي، حاول برضه تزود في الاوزان فيه شويه، والعبه باداء تمام واداء وتكنيك صح. ركز معايا وانا بلعبه، وانا هحاول يعني اصور التمرينه من كذا زاويه عشان تفهم قصدي. يلا بينا. خلاص التمرينه اللي بعد كده هتبقى روب هامر كيرل. التمرين ده برضو مفيد لعضله الباي، عايزك تركز معايا. هنجيب 10 عدات تمرين وخمس تنصات بسرعه، وبعد كده هنعمل العده الاخيره دي هنثبت فيها، هنعمل بوز مثلا حوالي 3-4 ثواني.